ما وحشتكوش حلقات النشرات ولا ايه؟ سر غلاف رواية أحمد مراد الجديدة ومعرض زايد اللي فيه ندوات خطيرة جدا بالإضافة لكتير من المعارض وكتير من الإصدارات فاتت. خلونا نتكلم عنها في نشرة بوكافيه الثقافية. أهلا بيكم من تاني في بوكافيه حيث المتعة والاستفادة معا، والنهاردة حلقتنا هي واحدة من حلقات النشرات اللي يمكن متأخرة شوية، لكن ما كنتش لقيت أحداث كتيرة ممكن نتكلم عنها واخبار كتيره ممكن نتكلم عنها، فاستنيت لما يكون في اخبار شويه مثيره واخبار جديده نقدر نتكلم عنها وتكون ذات فايده ليكم. هنتكلم على شويه حاجات قديمه حصلت خلال الفتره اللي فاتت، واغلبها هتكون اصدارات من دور النشر، واللي فاجئتنا الحقيقه الصيف ده ان بقى فيه اصدارات كتيره على عكس مواسم فاتت. وعلى الرغم من ارتفاع اسعار الكتب لكن في رواج لطيف جدا، وده بيدي مؤشر اللي احنا هنشوفه ان شاء الله في معرض الكتاب، مع اختلافنا طبعا على أسعار الكتب اللي لسه فيها أزمة واللي نتمنى يكون ليها علاج في الفترة القادمة، واللي من أحد العلاجات بتاعتها شايفها حاليا واللي شايف إنها عاملة طفرة الحقيقة في الموضوع ده هي أبجد، وتطبيق أبجد اللي عامل خصومات كتيرة الفترة اللي فاتت. وده بيشجع إن الواحد برضه حتى لو هيشتري كتاب فهو يتأنى في شرائه عشان السعر، لكن شايف مبادرات من دور نشر تانية إنها شوية إلى حد ما أسعار الكتب بتاعتها مش عالية نسبيا بالأرقام اللي بقينا نسمعها دلوقتي. فبعد المقدمة السريعة دي خلينا نتكلم على كام دار نشر أصدرت فعلا بعض الإصدارات من أعمالهم في خلال الصيف، ودي اللي هتكون متواجدة بشكل أكيد في معرض القاهرة، بالإضافة أكيد لإصدارات تانية هيتم الإعلان عنها في أواخر شهر 12 أو في بدايات شهر واحد، في نص شهر واحد زي ما احنا متعودين سنويا. وبالمناسبة دي قريب جدا هنتكلم على معرض القاهرة الدولي، وهنتكلم على بعض الحصريات اللي هتكون موجودة فيه سواء من إصدارات أو أخبار خاصة بالمعرض. لو متحمسين للموضوع ده سيبولي في التعليقات، أنا بجهز للحلقة من دلوقتي، وهتكون حلقة نشرة مختلفة وحلقة نشرة خاصة بشكل كبير. تاني جزء بقى زي ما قلنا إن في دور نشر، وأولهم كانت دار الرواق اللي أصدرت عدد من المجموعات أو عدد من الروايات المترجمة بشكل كبير، وعدد من الكتب المهمة جدا زي أجزاء اللورد كرومر واللي بيتكلم فيها عن سيرة حياته والفترة اللي عاشها في مصر، ودي واحدة من الكتب اللي هتكون مهمة جدا. بالإضافة لعديد من الترجمات في الكتب زي كتاب بيتكلم عن تشريح القلق، وكتاب بيتكلم تقريبا عن النوم وعن الأرق، كتب من الكتب المهمة جدا. وطبعا الكتب وكتير من الإصدارات الجديدة دي هتشوفوها طبعا هنا في بوك كافيه في حلقة مشتريات، هتكون واحدة من حلقات المشتريات الضخمة جدا في بوك كافيه وما حصلتش بشكل كبير. هوريكم كده صورة عن الباكجز اللي موجودة لسه ما اتفتحتش لحد دلوقتي واللي هيتصورها حلقة. لو متحمسين ليها قولوا لي، أنا عمال أجمع في إصدارات كتيرة جدا لكن عايز اشوف حماسكم للحلقه دي. وطبعا اثناء كلامي ده هيظهر لكم كتير من الاصدارات اللي اصدرتها دار الرواق، وبعد دار الرواق كان في دار العين اللي برضو عملت كام عمل واصدرت كام عمل من الاعمال المهمه لبعض من الكتاب والروائيين المهمين منهم، وعلى راسهم الكاتب والروائي سامح الجباس صاحب الروايه الاشهر وهي رابطه كارهي سليم العشري. فدي برضو هتكون واحدة من المفاجآت روايته الجديدة، بالإضافة لروايات تانية أصدرت من كتير من الكتاب زي خالد عبد الجبار وغيرهم كتير، الحقيقة مش عايز أنسى حد. والمتميز عن دار العين إنها دايما دار صاحبة جوائز، ودايما أغلب الأعمال بتاعتها دايما بترشح لجائزة من الجوائز الكبيرة، وده اللي هنتكلم عنه قدام إن شاء الله في كتير من الأعمال المصرية اللي ترشحت جوائز وبعض الجوائز اللي تم الإعلان عنها في على مدار الحلقة. وظهر كمان في موضوع النشر وفي الإصدارات أطلت علينا دار الكارما بخمس روايات أو أربع روايات تحديدا وكتاب وحيد بيتكلم عن الكتابة والموضوع في الكتابة بيكون عامل ازاي، اسمه انقذ القطة، بالإضافة ل كتير من الروايات المترجمة زي الفجيعة، زي سيدهارتا بترجمة جديدة ومختلفة. بالإضافة للدارين دول أو الثلاث دور اللي احنا اتكلمنا عنهم كان في مفاجأة كبيرة جدا عملتها دار عصير الكتب بأنها نزلت إصدارات جديدة، والحقيقة الإصدارات كانت كتيرة وعددها ضخم جدا وفيهم حاجات كتيرة جدا لافتة للنظر. منهم بالنسبة لي كانت أربع أعمال تصدر للكاتبة شاري لابينا، واحدة من الكاتبات الأجنبيات اللي بتتكلم على أو متخصصة في الأدب البوليسي. كنا اتكلمنا عن رواية ليها قبل كده وهي رواية شخص نعرفه، واحدة من الروايات الحلوة جدا، فأنا اتحمست. بالإضافة للترجمات دي في كتير من العناوين المهمة جدا والعناوين الفارقة، أنا الحقيقة جبت أكتر من عمل من عندهم. في عمل كمان جديد لدكتور يوسف الحسيني صاحب كتابين، عقدك النفسية سجنك الأبدي واعرف وجهك الآخر، منزل كتاب تاني عبد الله الزيود منزل رواية أو كتاب بعنوان برق. ففي أعمال كتيرة متنوعة الحقيقة لفتت انتباهي، وطبعا هنشوفها إن شاء الله في حلقات مشتريات هتكون زي ما قلت حلقات من حلقات الضغط.
بالاضافه بقى للحاجات الجماعيه دي كان في برضه مفاجاتين جداد، ويمكن دي المفاجاه الحديثه نسبيا، وهي روايه جديده للكاتبه ريم بسيوني، روايه بعنوان ابو العباس وماريو، اللي بتتكلم فيها عن العلاقه ما بين المرسي ابو العباس او احمد مرسي ابو العباس بعلاقته بصاحب بناء المسجد وهو المصمم او المهندس ماريو. الحقيقه انا بدات الروايه بسمعها بشكل صوتي على ستوري تيل، وكمان نزلت على ابجد. دي الحقيقه اختلاف ان دار نهضه مصر عملت الموضوع ده، وانها تنزل الروايه على كل المنصات بشكل كويس جدا حتى قبل ما تصدر ورقي بساعات او بايام. فالحقيقه دي حاجه مميزه. وكمان المميز ان الروايه عرفت انها مش هتكون ثلاثيه، هتكون حجمها مش كبير نسبيا، حوالي 250 ل 260 صفحه، وسعرها الرسمي تقريبا حوالي 130 جنيه. فاظن في ظل الاسعار اللي احنا بنسمعها الى حد ما الرقم معقول، الرقم لطيف. تفتكروا كده خلصنا النشر وخلصنا الاصدارات؟ هقول لكم لا. المفاجأة بقى الأحدث واللي تم الإعلان عنها من حوالي أسبوع أو اتنين بفيديو كده قصير بيقول فيه الرواية التامنة، وده كان لأحمد مراد. وتحديدا قبل تصوير الحلقة دي تم الكشف عن غلاف الرواية، ومن اللحظة دي حصل جدل زي ما احنا معتادين من الكاتب احمد مراد، بيحصل جدل على السوشيال ميديا بسبب اي حاجه هو بيعملها. وبالفعل حصل الجدل على الغلاف اللي شايفه الى حد ما غلاف مثير، غلاف عامل مشاكل كبيره. بس خليني اقول لكم توقعي الشخصي وتخميني الشخصي ومن الكلام اللي تابعته على السوشيال ميديا، ان الناس بتتكلم ان الروايه دي ممكن يكون ليها ارتباط بروايه تانية، او الروايه دي ممكن تكون جزء من روايه تانية. كلها تخمينات. بس خليني انا اقول لكم انا كمان تخميني الخاص وهبدتي الخاصه. حاسس ان الغلاف فاضي جدا، والغلاف الفاضي جدا ده بيفكرنا بغلاف قبل كده، وهو غلاف روايه لوقندة بئر الوطويط. لو نفتكر كده سوا ان غلاف لوقندة بئر الوطويط كان فيه زي بقعه. عايز اقول لكم طبعا الغلاف، البقعه دي ما كانش حد عارف هي بقعه ايه، وكان في جنبها دبانه، وعرفنا ان الدبانه ليها علاقه بالروايه بعد كده. هنا الروايه بتتكلم عن طبق مكرونه اسباجيتي. طيب الطبق ده لو شلناه مش ممكن يبقى وراه بقعه؟ هسيب لكم انتوا تفكروا بقى. هو ده تخميني الصراحه، وده الحاجه اللي جت في دماغي لما كمان تابعت الكلام. فمتوقع بشكل ما ان ممكن الروايه دي يكون ليها ارتباط بشكل ما بالروايه التانيه، وارد يكون ليها ارتباط بروايه تانيه. بس المتوقع ان الروايه هيكون فيها عنصر تشويق، عنصر اثاره، ممكن يكون ليها ارتباط تاريخي بشكل ما. متوقع ان احنا هنشوف روايه مختلفه من احمد مراد. وتحديدا شفت احد التعليقات من احد الكتاب اللي يمكن ليهم ارتباط كبير بالكاتب احمد مراد، وهو الكاتب عمرو حسين، بيتكلم ان الروايه دي واحده من افضل روايات احمد مراد اللي هو قرأها، والنص فيها مختلف ومثير. فكل الاخبار دي بتقول لنا ان احنا هنشوف روايه ربما تكون مختلفه. وطبعا مش محتاجين تقولوا لي، لو متحمسين فحماسي معاكم هيزيد، والروايه دي هتبقى موجوده معايا ان شاء الله من اول ما تصدر. وان شاء الله نحاول نقراها باسرع وقت، وتكون هنا لينا السبق في بوك كافيه انها تكون من اوائل المراجعات اللي تنزل عن الروايه. وطبعا ده يرجع لحماسكم في الموضوع. خلصنا كده فقراتنا المهمة من خلال الإصدارات اللي صدرت خلال الفترة اللي فاتت، واللي صدرت حديثا، واللي لسه هتصدر، واللي هيكون عليها حماس كبير. وخليني بقى أخدكم في الفقرة دي عن إعلان بعض الجوائز، وكمان قوائم قصيرة لبعض الجوائز الأخرى. والجائزة اللي تم الإعلان القائمة القصيرة عنها هي جائزة قطارة، وتم الإعلان عن القائمة القصيرة. ولحسن الحظ في وجود مصري لطيف جدا في القائمة القصيرة، واللي كانت مكونة من 9 روايات. واول روايه منهم كانت روايه الجمعيه السريه للمواطنين للمستشار اشرف العشماوي، وانت تشرق انت تضيء للكاتبه رشا عدلي. ده كان الوجود المصري في القائمه القصيره. طبعا هسيب لكم باقي اسماء الروايات والاغلفه بتاعتهم هتظهر لكم دلوقتي اثناء الحديث عنهم. تاني حاجة بقى هي فوز الرواية الأولى للكاتبة لؤي رحاب، رواية بعنوان قرية المئة. هي رواية غير منشورة، ده طبقا لشروط جايزة خيري شلبي، إن بتكون متقدم فيها العمل الأول لأي كاتب، ولو العمل لقى استحسان اللجنة وفاز فبيتم ترشيحه، وبيتم ان هو يكسب، وبتنشر الروايه بتاعته مع دار الشروق. ويمكن ده اللي حاصل من اول الدوره الثانيه الروايه. وبالفعل احنا كنا اتكلمنا عن واحده من روايات الجائزه دي، وهي روايه النقشبندي، وكانت واحده من الروايات الحلوه جدا واتكلمنا عنها. ان شاء الله قريب هحاول اعمل لكم حلقه يكون مجمع لكم فيها الاربع روايات اللي كسبوا، وهي روايه النقشبندي، وروايه ايام الرقص، وروايه قريه المئة. واول روايه كانت كسبت في الجائزه دي وهي كانت بعنوان الساعه بعد الصفر.
وبعد الفقرة دي خلينا ننتقل بقى لفقرة معرض الكتب أو معارض الكتب. وحاليا في الفترة دي هيكون في بعض من المعارض اللي بتتم في المحافظات بالشكل الآتي. خليني أقول لكم لأن الصراحة مش حافظ المواعيد، فخليني أقول لكم المواعيد من البوست اللي بيبقى موجود على الهيئة المصرية العامة للكتاب. عندنا في معرض دمنهور في الدورة السادسة بتاعته هيكون من يوم 26 سبتمبر ولحد 5 أكتوبر، وده هيكون موجود في محافظة البحيرة بمكتبة مصر العامة. في كمان هيكون موجود معرض في القاهرة في تحديدا معرض مدينتي، ودي الدورة الثانية ليه، وهيكون من يوم 4 ل 14 أكتوبر، وده هيكون في محافظة القاهرة. في كمان لأول مرة هيتم معرض في الشيخ زايد، وهو هيكون في محافظة جنوب سيناء، وهيكون من يوم 12 ل 21 أكتوبر. وأخيرا هيتم معرض الإسكندرية في الدورة العاشرة ليه، وهيكون من يوم 27 أكتوبر ل 5 نوفمبر. لكن بضمن كل دول هيكون في معرض انا بالنسبه لي مهم جدا، والمعرض ده اللي هيكون هنا في زايد، وهيكون معرض زايد من يوم 11 اكتوبر ليوم 22 اكتوبر. هيكون مشارك فيه عدد من دور النشر المهمه جدا، كمان بالاضافه لعديد من الندوات المهمه جدا اللي هيكون فيها كتاب زي اشرف العشماوي، زي الكاتب عماد العدلي، زي اسامه عبد الرؤوف الشاذلي، زي مصطفى عبيد. كمان هيكون في بعض الندوات مع مؤلفين زي السيناريست محمد صلاح العزب، زي محمد هشام عيبه. فالحقيقه هيكون في ندوات مهمه جدا، ودي من بعض الندوات اللي تم الاعلان عنها واللي هتظهر لكم دلوقتي اثناء الحديث. انا الحقيقه مهتم بالمعرض ده لان هو هيكون قريب مني وبيكون لطيف، والسنه دي التنظيم بتاعه شكله مختلف، والتنظيم بتاعه شكله هيكون افضل من اي سنه، فانا متحمس ليه جدا الحقيقه، ومتحمس ان انا ازور المعرض اكتر من مره واحضر بعض من الندوات اللي هتكون مهمه جدا ان شاء الله. دي كانت حلقه جديده من حلقات النشره الثقافيه لبوك كافيه. اتمنى تكون الاخبار فادتكم، اتمنى لو في حاجات فاتتكم من الاخبار دي تكونوا عرفتوا مواعيد المعارض في محافظات لو هيناسبكم. كمان لو هتكونوا موجودين في معرض زايد بلغوني، وان شاء الله اسيب لكم انا ان شاء الله هكون موجود امتى في الستوريز بتاعت الانستجرام او على التيك توك، فتابعوني برده هناك. كمان اخر حاجه مهمه جدا، قولوا لي متوقعين ايه من الروايات اللي تم اصدارها حديثا، وتحديدا روايه ريم بسيوني او روايه الكاتب احمد مراد. شفتوا الغلاف، تابعتوا الحدث اللي بيحصل، متوقعين ايه الروايه، متحمسين اصلا للروايه وتحبوا ان احنا على طول نعمل لها مراجعه اول ما تصدر ولا لا؟ عايز اعرف توقعاتكم تخميناتكم، متوافقين معايا في التخمينه الغريبه اللي انا قلتها؟ كمان خليني اقول خبر كده سريع افتكرته دلوقتي، مش هكشف عنه دلوقتي لكن هلمح لكم ليه. كان في واحده او ثلاثيه من الثلاثيات اللي كان لسه ناقص ليها جزء ثالث، وكنا اتكلمنا عنها قبل كده ورشحناها انها واحده من الروايات الفانتازيا المهمه جدا اللي مش واخده حقها. كنا اتكلمت عنها في تيك توك واتكلمت عنها في الانستجرام، تقريبا اتكلمت عنها هنا مؤخرا ان الروايه دي اتنقلت بكل اجزائها لدار نشر تانية، وهيتم الاعلان عنها قريبا جدا، وكان المفترض يتم الاعلان عنها في معرض الكتاب اللي فات. مش هينفع اقول بعض الكشف عنها او التوقع عنها، فخلينا كده لما نقرب شويه من الميعاد هقول لكم عنها واكشف لكم بعض الخبايا عنها. فخليكم دايما متابعين نشرة بوك كافيه الثقافيه. وطبعا لو وصلت لحد هذه اللحظه صديقي العزيز، فانا عايز اشكرك من كل قلبي، واتمنى دايما ان انت تكون بتتابعنا وبتكون بتستمتع، وان انت تدعم القناه بان انت تعمل لايك وتشارك على منصتك وتشارك على السوشيال ميديا، وتتاكد ان انت مشترك ومشغل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات الجديده. وما تنساش تتابعني على تيك توك وعلى الانستجرام. سلام.